معقولة النسب دي؟ ما هو ده اللي جه لحضرتك. ممكن تسيبينا لوحدنا يا عفاف لو سمحتي؟ اتفضل يا عفاف. من اذنك. ممكن افهم حضرتك ليه طلعت قرار نقلي؟ رؤيتي. رؤيتك على عيني وراسي. انقليني اداره التعاقدات، اداره التصميم، خليني زي ما انا، اي حاجه بس اداره التنفيذ لا. أنا ما أعتقدش إن من صلاحياتك تقولي أنقلك فين يا باشمهندس. دي رؤيتي وهتتنفذ. وانا مش هنفذ القرار ده. ممكن أعرف السبب؟ باختصار ظروفي تمنعني ان افضل طول الشهر الف على المواقع في المحافظات. وإيه ظروفك؟ والله ظروفي تخصني، وبعدين الاداره دي مع رضوان. انا اصلا رضوان اترقى وبقى نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول عن إدارة المشروعات اللي أنت كنت ماسكها. ما يهمنيش جبتي مين مكاني، انا كل اللي يهمني تعديل القرار ده لو سمحتي. وأنا مش هعدل القرار. أنا كنت فاكرة إنك هتشكرني. يا ست متشكر جدا، ممكن تعديل القرار؟ متهيألي إن أنا رديت عليك. الموضوع منتهي. اوكي، عن اذن حضرتك. هو حقيقي اللي حصل ده يا باشمهندس؟ رضوان مين ده اللي نشتغل معاه؟ ده بني ادم ما بيفهمش حاجه. لا وكمان مخليها النائب بتاعها. طب على فكره بقى هي كمان ما بتفهمش حاجه. اذا كان في اول يومين ليها وعملت العك ده كله، امال لو ممكن عطينا لو سمحتوا تهدوا، اهدوا واعملوا شغلكم. ازاي يعني يا باشمهندس بس؟ هو انت يفرق معاكم ايه مين مسك مين مشي؟ انتوا تعملوا اللي عليكم بس. بقول لك ايه، ما تبعت لي لايف. روح يعني؟ اوبس، روح الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، ما تروح تجيب لنا شويه سندوتشات كده نفطر بيهم وتعمل حساب حسن معانا، وانا عازمك يا سيدي. والله انا كنت اقول لك لا، بس يعني بعد اخر كلمه دي انا موافق. وبعدين يا استاذ رمزي يعني عيب عليك، والله ده انا اللي عازمك. معاك فلوس؟ يا عفاف، حد عندها؟ مفيش حد، متقلقش يا باشمهندس، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. غيرت رأيك؟ اكيد. لازم تثق فيا يا باشمهندس وتعرف إن أنا ليا رؤية. أهم حاجة بالنسبة لي مصلحة الشركة. وده خلاني اعمل حاجه ما جاش في بالي ابدا ان هيجي يوم اعملها. حاجة إيه؟ إيه ده؟ استقالتي. وإيه لازمتها إنك تبقى داخل مبتسم ولما أسألك في إيه تكذب وتقول إن أنت غيرت رأيك وأنت أصلا مقدم استقالتك؟ تقولي ايه بقى؟ كذاب. كداب مش كداب دي حاجة ترجع لك. استقالتك مقبولة. بس تعرفي، مش مشكله ان الواحد يبقى كذاب، مشكله ان يبقاش واخد باله انه كذاب. وانت بقى بطلي تكدبي على نفسك وتقولي ان عندك رؤيه. مفيش. شكرا. عارفه، لولا انك اخت صاحبي انا كنت عملت ايه؟ كفاية لحد كده يا باشمهندس واتفضل. انا اللي اقول كفايه. الرؤيه يا قال. قلة أدب. يا عفاف مبروك، الباشمهندسه عندها رؤيه. يا باشمهندس. حسن مش هتفطر معانا؟ يا باشمهندس حسن، هو في ايه؟ اتخانق مع الباشمهندس خناقه كبيره قوي. باشا، مهندس حسن رجع تاني؟ يا باشمهندس، هندسة.
شكل الحيزبونه عتمت عليه فوق. هنا الغربي ما تعرفني بلادي خدني مش هرد يا رمزي. مش تاكل يا استاذ؟ يا استاذ رمزي. كل انت عاشور. الو. حاضر. ليلى ازيك؟ كويس. ايه بقى؟ اتصلتيش بيا امبارح ليه؟ واكلمك ليه؟ وايه اللي تكلميني ليه؟ لا يا ليلى كنت عاوز اطمن عليكي يعني. معلش كان عندي مذاكرة. بس ده مش مبرر يعني. هو مش احنا اخوات؟ الاخوات مفيش ما بينهم مبررات. عادي يعني. يوم انت مشغول انا مشغولة وبتعدي. انا جهزت لك الملازم بتاعت النهارده يعني وحاجز لك مكان. ميرسي قوي يا خالد والله مش عارفة اقول لك ايه. لك حاجه؟ لا بس انا ورا لحد ما يا بنتي حرام عليكي. مش حرام عليه هو لما يبقى حاسس بحاجة ومش عايز يقولها؟ براحته.